السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي احسن حال. رجعت لكم بقى في فيديو جديد، يا رب يعجبكم. ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل فيديو جديد انزله. اول حاجه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بسم الله. تعالوا كده نبدا الفيديو بتاعنا ونقوله بسم الله ما شاء الله. طبعا زي ما انتوا عارفين جوري اول بقى شتا ده يعتبر وهي كبيره. طبعا هي كانت مولوده في شهر واحد فكان شتا، فكانت بقى ايه لسه صغنطوطة خالص ولسه مولودة وكده، فانا ما جبتلهاش اي حاجة. هي اللي معانا قاعدة معايا وانا بصور لكم الفيديو دي. مهم انا اشتريت لها شوية حاجات كده. طبعا انتوا عارفين بقى يعتبر ده اول شتا ليها وهي كبيرة شوية، فانا جبت لها كده شوية حاجات هدوم خريفي وشتوي، فحبيت كده ان انا اوريها لكم. عشان يعني ايه، تقولي لي ايه رأيكم في الحاجات اللي انا جبتها وكده. عايزاكم يعني تقولوا لي رايكم ايه في الحاجه، حلوه ولا لا، وقولوا لي مثلا اجيب ايه تاني، ايه اللي ناقص كده. لان انا يعتبر جوري كل طبعا وهي صغيره اللبس بتاعها مش هيجي عليها دلوقتي وهي كبيره ما شاء الله. فيعتبر انا بجيب لها حاجات جديده. انتوا عارفين الاطفال طبعا، يعني كل ما بتكبر وبالذات وهما لسه يعني مولودين، اول ما بيكبروا اللبس بتاعهم اللي بتجيبوه هما مولودين ما بيكفيهمش السنه اللي بعدها. فتقعدي سنتين ثلاثه كده تجيبي حاجات بقى كل سنه لغايه بقى ما هو يبدا كده ان هو يثبت على حاجه، يعني ما بيكبرش بسرعه. فبنجيب له بقى الهدوم. بس انا جايبه حاجات كبيره برضه عشان تكفي معايا للسنه الجايه. تعالوا كده بقى ابدا واقول لكم انا جبت ايه. بصوا، اول حاجه انا جبت هدوم خريفي اللي هي تنفع في الجو اللي احنا فيه ده دلوقتي. بصوا بقى، جبت لها 3 حاجات كده عايزه اوريها لكم. بصوا، اول حاجه جبت لها كده البيجامه دي، جميله جدا عجبتني وعجبني لونها. ده البنطلون بتاعها لونه كحلي والورده فيه بيضه وفيه اصفر كده زي ما انتم شايفين اهو. ماشي، ده البنطلون. بصوا بقى التيشيرت بتاعه هو اللي تحفه. بصوا هنا كده الكم بتاعها فيه استك، وهنا كده في كرانيش، وهنا كده في صفرة، فعجبني شكله خالص كده، كان شكله حلو. طبعا منقط بأبيض كده، لونه جميل جدا. على فكرة هو كبير عليها خالص، بس يعني ايه، يعني انا عادي جايباه كده عشان ينفع يعني لغاية السنة الجاية. بس طبعا انا هضيق لها الكم شوية لان الكم هو اللي واسع خالص. بس هو شكله حلو كده، نظام يعني مش بيجامة، نظام فستان كده. فده اول حاجة اهو جبتها لها زي ما انتم شايفين كده. قولوا لي بقى رأيكم ايه، شكلها حلو ولا لا؟ اصفر كده، والبنطلون بتاعها كحلي اهو فيه اصفر. فدي اول حاجه كده جبتها اهي. ماشي. تاني حاجه برضو كده بيجامه لونها احمر اهي. فين بقى حاجه البنات تحفه مرسوم عليها ميني ماوس اهي. ماشي. وهنا برضو الكرانيش كده من على الكتاف بتاعتها اهي. وطبعا الكم ايه بتاعها عادي يعني ما فيهوش حاجه كده. بصوا ده شكلها اهو. ماشي. البنطلون بقى بتاعها لونه جراي كده رصاصي، وبرضو على من هنا كده مرسوم ميني ماوس اهو. بصوا منقط كده شكله جميل جدا. بصوا اهو، ده كده الطقم بتاعها اهو، شكله حلو خالص. عايزه اقول لكم ان القماشه بتاعت الاسترتش ده تحسوا كده ان هي ايه، يعني بصوا مش عارفه هتبقى باينه لكم ولا لا اهي. جميله جدا مقلمه كده مش ساده يعني. بصوا ده الشكل بتاعها اهو. بس ده تاني واحد اهو. تالت واحد بقى. بصوا انا بحاول يعني ان انا ايه اغير في الالوان، يعني اصفر احمر بينك. بصوا بقى ده 3 قطع. بصوا مع دي كده كوفر بافتة مرسوم عليها برضو ميني ماوس كده اهي. شكلها شيك خالص. بصوا عامله ازاي، جميله جدا. وهنا طبعا بصوا اهي لونها بينك كده. ماشي. وبرضو بكرانيش طبعا لازم بكباسين. من هنا كده هتلاقي كل الحاجات بتاعت الاطفال بكباسين كده، بس الكم هنا في صورة كده. ماشي اهو. البنطلون بتاعها اهو فوشيا. ماشي. واللي هو ايه سويت بانس اللي هو فيه استك من تحت كده. وهنا طبعا ايه وردة كده. بس ده بنطلونها اهو، شكله حلو خالص برضو. بصوا اهي، شكلها جميل جدا، عجبتني خالص عشان لونها جميل كده وبناتي كده حلو. بصوا جميلة خالص اهي. ودي البافتة بتاعتها. بصوا دولت ال3 حاجات الخريفي اللي انا جبتهم اللي هم ينفعوا ايه في الجو بتاعنا ده، اللي هي الاصفر والاحمر والبينك. بصوا بقى الشتوي، بصراحة انا ما اشتريتش ده، هو كان جاي لها هدية وهي صغيرة يعني وهي مولودة. بس طبعا كان كبير خالص عليها، يعني هي تلبسه بقى دلوقتي السنة دي يعني. بصوا هو لونه اصفر كده اهو. من هنا كده قطيفة اهي. وهنا ده طبعا ميلتون. بصوا هنا كده عليه ايه زي طبقة كده زي التل كده، وعليها الحاجات اللي بتلمع دي. وبرده بأستك كده من تحت، شكله حلو. ماشي. وده التيشيرت بتاعه اهو بزونت كده. بس الزونت بتاعه القطيفة عليه ورد كده لونها فوشيا.
ماشي. هي طبعا الزونت ايه، حته ميلتون وحته فوشيا، وحته قطيفه قصدي، ومن جوه طبعا مبطن اهو. وهنا طبعا الكم اهو زي ما انتوا شايفين كده، بصوا برضو باسوره كده، وبرضو هنا حته قطيفه، وهنا الحته اللي بتلمع، ومن تحت هنا برضو الميلتون اهو. وهو برضو بصوا بقى محطوط عليه ايه ورد وحاجات، بس انا عايزه اقول لكم يعني ان هو ايه، يعني حاسه ان هو مأفور شويه كده. بصوا بقى قلت ان انا هشيل الحاجات اللي عليه دي، بحيث يعني ان هو يبقى هادي شويه كده، عشان هو اساسا لونه واساسا الاصفر يعني لوحده مبهج وكده. فالحاجات بقى ايه، بص حاسه كده ان هو مبهج كتير. بصوا هشيل بقى الحاجات دي بحيث ان هي تهدي الدنيا شويه يعني. فده شكله اهو، هو شكله حلو برضو. وده كده برضو البنطلون من ورا اهو. بس ده كده اول واحد شتوي اهو. هنا بقى بصوا ده برضو بنطلون اهو، بنطلون كده فوشيا ومكتوب عليه ده ليتل برنسس. طبعا حاجة البنات بتبقى جميلة جدا بقى، وبتبقى بصوا فظيعة، والوانها بتبقى جميلة خالص. هو برضو كده بأسورة من تحت، بصوا الترنج اهو. وبرضو ده الكم بأسورة كده، ومكتوب عليه كده بالليتل برنسس برضو، ومرسوم عليه برنسيسة كده اهي. هو هادي خالص كده، ولونه جميل، لونه موف، بحب انا لون الموف ده بيبقى جميل جدا. وهنا طبعا ايه البنطلون فوشي اهو. ده كده واحد اهو ماشي. بصوا بقى ده التالت اهو، لونه اورنج كده بالزونت برضو. انتوا عارفين في الشتاء يعني بحب الزونتات، عشان ايه بتدفي بيها الودان بقى، وتدفي بيها لو مثلا هتقف في البلكونه ولا هتعمل حاجه، بيدفي خالص لما بيكون الجو ساقع. وهنا برضو باسوره، طبعا كل الترنجات الشتوي بتبقى باساور بقى. بصوا من هنا بقى من عند الكم، يعني ده الكتف بتاعه. هنا بقى كده في اللي هو زي جوبير كده او تنتله اهي ماشي. والكم التاني برضو كده زي ما انتوا شايفينه اهو. هو ليه قصه كده يعني، بصوا نزل عامل ازاي. وده كده معمول اسمه ايه، ترتر تقريبا او حاجه كده. شكله جميل جدا، ومرسوم عليه الرسمه دي. وادي الزونت بتاعه اهو. طبعا من ورا مفيهوش حاجه، من ورا ساده. والبنطلون بتاعه، البنطلون بتاعه لونه رصاصي غامق. بصوا عليه فيونكه كده من الجنب اهو، مكتوب عليه كلمه لاف ماشي. الناحيه التانية برضو عليها نفس الفيونكه اهي، وليه قصه برضو كده بصوا اهو. شكله حلو برضو. تعالوا بقى اوريكم. جبت انا ايه، بصوا السنه اللي فاتت لما جوري كانت لسه مولوده، كنت جايبه لها الدفايه دي، بس كانت كبيره عليها خالص. هي لونها ابيض كده، بصوا مقلمه كده، بصوا زي ما انتم شايفين فيها خط كده، ومن جوه نظام دفايه اللي هي فهو برا كده. فهي كانت كبيره خالص على جوري، فانا ما لبستها لهاش بصراحه. كان لما كانت مولوده كنت شايلاها، فطبعا هتنفعها السنه دي. انا لبستهاش خالص اهي. هلبسها لها بقى تحت الهدوم في الشتاء وكده. دي دفايه اهي اول حاجه. طبعا جبت لها برضو دفايه كمان، بس اللي هي ايه مرسوم عليها الحاجات دي كده، بنطلون وبرضو تيشيرت اهي. جبت لها اللون الاورنج ده. جبت لها كمان اللون اللي هو الايه الاخضر فستقي، اسمه فستقي. اللون ده جميل جدا كده. طبعا انا جايبه لها مقاس من سنه لسنه ونص. حاول يعني ان انا اكبر في الحاجات عشان ايه تفضل معايا. فجبت لها اللون ده واللون ده ماشي. تعالوا بقى اوريكم ايه الحلويات بقى بتاعه الخروج دي كده، الحاجات اللي جبتها لها للبيت. استنوا بقى اشيل بقى الحاجات دي كده، واوريكم بقى حاجه الخروج الخروج اللي انا جبتها. بصوا بقى اول حاجه جبت لها التيشيرت ده كده، شكله عجبني خالص. اللون ده جميل خالص كده عليها، لونه فستقي. بصوا كده من فوق بكباسين كده. وادي الكم كده ايه ليه زي مش عارفه يعني. بصوا هو تحس كده ان هو ليه ايه حاجتين كده، فشكله حلو كده. بيبقى نظام اللي هو واسع ماشي. وهنا كده اسوره صغيره، عجبني خالص ده الكم بتاعه ماشي. وعليه هنا كده بادج جلد كده لازق، وكلمة هنا كده. وهو سادة مفهوش حاجة، بس منقط كده وعجبني خالص. فانا جبته لها. جبت لها بقى عليه البنطلون ده بيج، نفس لون ايه البيج اللي محطوط هنا. ده لونه كده. بصوا هنا كده عليه زي فيونكة. وهنا بصوا البنطلون، بصوا بقى من تحت الرجل بتاعته فيها القصة دي كده اهو. هو من تحت كده ومن هنا برضو. فعجبني كده شكل البنطلون ده، لونه بيج على التيشيرت الاخضر. فانتوا قولوا لي رايكم ايه في الطقم ده كده. ده كده طقم. ده على فكره خريفي مش شتوي يعني. بصوا من جوه خريفي، مش مبطن ولا حاجه، بس هو شكله حلو خالص كده وعجبني. بصوا بقى الطقم التاني اللي هو بقى ينفع في الشتوي. بصوا بقى هو ب3 قطع. ده الاسترتش بتاعه
بصوا عامل ازاي، ومن تحت بصوا عامل كده، فشكله حلو وعجبني اساسا الستايل ده خالص كده، يعني ستايل حلو. بصوا ده الاسترتش بتاعه اهو، بس يعني ده الاسترتش بتاعه ده صغير، يعني هو يا دوب يجي كده مقاس جوري دلوقتي. طبعا هو باين لكم في الكاميرا ان هو كبير، بس على فكره هو صغير خالص. ماشي. وهنا برضو 3 قطع. بصوا بقى التيشيرت وعليه ايه نظام اللي هو الجاكيت، اللي هو الحاجات دي جميله جدا بناتي كده، طبعا لون بينك بناتي. تحت التيشيرت ده تيشيرت كده بكم خريفي، مش مبطن يعني ولا حاجه، هو خفيف كده، يعني ينفع البس لها ده لوحده دلوقتي. بصوا مرسوم عليه الرسمه دي ابيض كده، وعليه بقى الجاكيت ده، يبقى طقم كده في الشتاء يبقى جميل جدا. بصوا اهو. طبعا برضو ينفع في الجو الخريفي اللي بس يعني قدام شويه، عشان لسه يعني الجو يبقى حر على اللي هو فوق ده. بس هنا ده كده، فده كده الطقم برضو على بعضه اهو. بصوا اهو، ده كده الطقم الخروج، وده كده طقم الخروج اللي انا وريته لكم اهو. تعالوا بقى اوريكم احلى حاجه، سيبكم بقى من الهدوم والكلام ده، تعالوا بقى اوريكم. بصوا بقى التوك بتاع جوري، انا لوقت لها كده التوك على ايه، على الاطقم اللي عندها والحاجات اللي انا جايبها لها. بصوا بقى، جبت لها اول حاجه التوكه دي كده تمشي مع الطقم طبعا اللي انا لسه جايباه، اللي هو التيشيرت بتاعه لونه اخضر ده. بصوا نفس الدرجه تقريبا اهي. ماشي، جبت لها التوكه دي. طبعا جبت لها برضو دي لونها بينك كده، برضو تمشي مع الطقم ده، جميله جدا. بصوا طبعا تمشي برضو مع البيجامات، يعني انا جايبه لها البيجامات فيها بينك وكده، فتمشي برضو مع البيجامات وكده. جبت لها برضو اللي هي الجري دي، برضو تمشي مع ده، لان برضو البنطلون بتاعه جري، وبرضو تمشي مع اللي هي البيجامه الحمراء، عشان البنطلون بتاعها جراي وكده، فبرضو ومع الترنج اللي هو الاورنج، عشان برضو البنطلون بتاعه رصاصي، فجبت لها دي، عجبتني خالص شكلها. طبعا دي فوشيا، عشان طبعا بيجامات الفوشيا والحاجات البنطلونات اللي فوشيا. وده الاصفر، عشان البيجامه الصفراء والحاجات دي، اللي هو بيج اصفر كده، يعني مش اصفر قوي. بس فانا كده جبت لها دول كده، فانتوا بقى قولوا لي رايكم ايه في التعليقات. يا رب كده الفيديو يكون عجبكم. فبس كده خلصت معاكم النهارده، وريتكم كده الحاجات اللي انا جبتها. فيا رب بقى يكون الحاجات عجبتكم، اكتبوا لي في التعليقات لو انتوا عجبكم حاجه، وقولوا رايكم فيها ايه. وان شاء الله اشوفكم تاني في فيديو على خير، ومع السلامه.